اقول لكم. بصوا، جوزي بيتحداني بيقول لي مش عارفه تجيبي حاجه بال100 جنيه. تعالوا اقول لكم، 100 جنيه بتجيب ايه النهارده؟ ال100 جنيه طبعا بقت عامله زي ال10 جنيه، ما بقتش تجيب اي حاجه. بصوا جبت ايه بيها؟ جبت بتنجان، وجبت كوسه، وجبت فلفل رومي. بصوا الفلفل الرومي، ده ب5 جنيه. انا بحب الفلفل الصغير ده يعني. بحبه في المحشي يعني، ما بحبش اللي هو الكبير قوي ده، بيبقى طعمه وحش. وبعدين كده كده ما حدش بياكله عندنا. اللي بياكله عندي اللي هو جوزي. بياكل بتاع الرز بتاعه وبيرمي الجلده. وجبت ليمون، جبت يعني ليمون على قد استعمالي كده. اللي بتاع البتنجان ده بكام؟ البتنجان ده ب7.5. الكوسه بكام؟ مش عارفه، هو حسب لي كله على بعضه الصراحه. وايه تاني؟ مش عارفه البت ودت فين الفلفل اهو برضك قورناه. وجبت كيلو عنب. يعني انت ممكن بال100 جنيه تقولي لا مش عارفه انزل اجيب بيها حاجه. انت هتتغدي وهتاكلي حاجه حلوه وهتعملي كل اللي نفسك فيه. انا مش عشان حاجه، انا بس عشان بتحداه يعني. بيقعد يقول لي انت لو مسكتي المصروف مش هتعرفي تجيبي حاجه خالص، فانا بقول له شطارتي. بصوا بقى، جبت كيلو عنب. العنب ده هو كل منه طبعا، بس حطيته في التلاجة لان انا جايباه من فتره، يعني جايباه من حبه كده عقبال ما قورنا البتنجان وكده وشفنا اللي ورانا. بصوا، كيلو عنب ب25 جنيه. العنب ده برضه مسكر وجميل. اسمه بناتي باين. وجبت، كان عندي كنت عايزه سلك مواعين، جبت سلك مواعين على قد استعمالي كده يعني، بس عشان اوري له شطارتي. وجبت 3 بيضات، قلت عشان لو عملنا كيكه ولا حاجه. وجبت نص كيلو شعريه اهو، ونص كيلو دقيق، عشان لو عملنا ياسمين بنتي بتيجي على بالليل كده وتقول لي ايه عايزه حاجه مسكره. وجبت بيكنج باودر اهو برضك عشان خاطر لو عملنا كيكه ولا حاجه. وجبت باكو شاي. وجبت نص كيلو جزر. وجبت نص كيلو قوطه. وجبت تقريبا نص كيلو خيار. وجبت الفلفل ده تقريبا نص كيلو برضك. بصوا، انا حاجه عندي اصلا بتبوظ في التلاجة يعني، بس قلت على قد استعمال يومي كده. بس ده طبعا مش هيقعد معايا يوم، لان احنا مش بنستهلك الحاجات دي جامد. ياسمين عندي مش بتحب السلطه خالص، والسلطه عندي بتترمي، فبعمل على قد استعمالي كده. وجبت حبه ليمون كده بردك على قد استعمالي. وهو ال100 جنيه. بس لازم بقى ايه بال100 جنيه؟ مش يبقى البيت بتاعك فاضي خالص. انا طبعا كان عندي رز، وكان عندي الصلصه بتاعت المحشي على طول بسبكها وبحطها في الفريزر. هوريها لكم دلوقتي. بصوا، انا فكيتها في الميكروويف اهي، بس عشان خاطر تلف لفه كده بس. نسيت اجيب خضره الصراحه. لفيتها لفه عشان خاطر بس مستعجله، عشان ياسمين جاعت وعماله تقول لي يلا يا ماما يلا يا ماما. وطبعا الحاجات دي بقى هو جابها لي وهو جاي، جاب لي جبنه، علبتين جبنه ومعجون سنان. وجاب لي الليفه دي، بس انا قلت له عايزه سلك مواعين، بس هو بينسى الصراحه. فانا بكمل اللي هو يعني ما بيجيبهوش، بس يعني الحمد لله خير وعدل من عند ربنا. والبصل النهارده بكام؟ البصل النهارده ب18 وب20 وب25، اسعار متفاوته كده يعني. كل واحد بيبيع بمزاجه. بس اللهم صل على النبي. الحمد لله 100 جنيه يعني هتمشينا يعني. قولي يعني لو عيله كبيره مثلا قلت تمشيهم يومين ولا 3 ايام ولا حاجه. ويعني ياسمين كانت عايزه فراخ بانيه، قلت لها حاضر اجيب لك فراخ بانيه بكره، بس عشان كنا لسه واكلين فراخ بانيه يعني من قيمه يومين كده. ف ياسمين بتيجي تسمع، بتيجي تبص. ف يعني الحاجات دي بتاعت ايه؟ بتاعت يوم كده يعني. ممكن بتاع البتنجان ده طبعا احنا مش هناكله كله النهارده، فاحنا اكلتنا صغيره ممكن ناكل منه يومين. وقلت لها بكره ابقى اجيب لك فراخ بانيه. وجبنا حاجه حلوه، وجبنا فاكهه، وجبنا الطماطم والجزر والحاجات اللي احنا محتاجينها. ومشينا يومنا طبعا. هنبتدي اليوم بتاعنا ازاي بقى؟ هنبتدي بتاع المطبخ عندي مش على مرام خالص. الغساله بتاعت الاطباق بايظه. واتصلنا بالبتاع بالتوكيل وكده بتاعها عشان خاطر يجوا. قالوا لنا ادونا ميعاد يوم الخميس هيجوا يشوفوها، بتديني انذار كده على الباب، ان هي كل ما اجي احط المواعين واشغلها تديني انذار من على الباب كده مش راضيه تشتغل خالص. فانا طبعا هطلع المواعين كلها. بصوا تعالى اوريكم. بصوا، طلعتها من مكانها خالص. بصوا ده، خلي بالكم عشان ياسمين جت وهي بتعمل لي بتاع تغسيل السيراميك بتاع الحيطان. نقطت باور على بتاع على الباب. وبصوا راح معلم ازاي. فخلي بالكم الباور والحاجات دي بتاثر على الاجهزه بتاعتها. فيلا الحمد لله. بصوا المواعين دي اصلا اتشطفت بس ما اتغسلتش. فانا هطلعها كلها طبعا عشان خاطر تتغسل تاني. والغساله عندي يعني عامله فيا الصح وعامله فيا البلاشه اليومين دول. انا عادي ساعات بحط فيها المونيا عادي يعني. كله اتشطف. بصوا اتشطفوا هم، بس طبعا ما اتغسلوش لان هي اخدت دوره بس بتاعت شطف، وبعد كده راحت واقفه. مش عارفه ايه السبب. فاتصلنا بالفني بقى، بس انا طبعا هيجي يوم الخميس. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين تقريبا، مش عارفه ولا الثلاث. فهيجي بقى هيجي يوم الخميس. وطبعا مش المواعين دي مش تفضل لغايه يوم الخميس في البتاع
في البتاع في الغساله. لا طبعا انا هطلعها واغسلها بقى وانضف الغساله، وبعدين هنشوف اللي ورانا، هنعمل المحشي بتاعنا وهتشوفوا بقى اليوم ماشي معايا ازاي. خليكم معايا وتعالوا بقى كده نبدأ الفيديو مع بعض، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى فيديو مختلف خالص عن الفيديوهات اللي قبل كده. نبتدي الفيديو مع بعض بقى. ايه انا كده كنت نزلت جبت الطلبات دي وطلعت، وقلت لياسمين يلا بقى بسرعه عشان خاطر احنا بنصحى متاخر دلوقتي. انا كنت مسجله لكم الفيديو بتاع القلايه الهوائيه ده، كانت عقبال ما منتجته ونزلته بتاع، قلت قبل ما الكهرباء تقطع. كنت نمت على حوالي الساعة 8:30 9 كده، فصحيني النهارده متأخر الصراحة، رجعنا نصحى متأخر تاني. وبعدين جوزي اما جه بقى وكدهوت، خدت منه فلوس ونزلت جبت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. هو بيتحداني بقى وعمال يقول لي ده انت مش تعرفي، مش ست بيت خالص، وانت مش تعرفي انت لو مسكت الميزانية هتدمريها. قلت له طب هفرجك شطارتي. فاوعي بقى تتأزمي من الغلو اللي احنا فيه ده، ولا تقعدي تقولي يا ربي احنا مش هنعرف نعمل حاجة، واحنا مش هنعرف ناكل، مش هنعرف لا، اشتري كل اللي نفسك فيه، بس اشتري على قد طلباتك. البلاد اللي حوالينا دي كلها متقدمه ليه؟ مش هقول لكم مثلا عشان خاطر انا فلسفه عصر واواني واقول لكم احنا مثلا فينا حاجه كده يعني لله. لا، البلاد اللي حوالينا متقدمه عشان عندهم ثقافه. هقول لكم ايه هي الثقافه دلوقتي، بس بعد ما نعدل المنظر ده. بصوا بقى جوزي عامل ايه في البتاع في البوتاجاز، بيسخن دلوقتي، اتعود لي يسخن لي العيش على البوتاجاز، والرده بقى مدهوله لي الدنيا خالص. والبوتاجاز كان ياسمين غسله لي المواعين تقريبا من حوالي يومين كده، وبعدين كانت ما عملتش البوتاجاز، والكهرباء بتقطع زي ما انتم ما شايفين. عقبال ما بنعمل الاكل ونقعد ناكل الكهرباء تروح قطع علينا، فنكسل نغسله. فبقاله بتاع يومين كده ما اتغسلش. فبصوا شكله عامل ازاي. انا طبعا دخلت هي عليا وانا بغسله كده، بتقول لي ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما، الوقت اتاخر وانت لسه ما عملتش الاكل. قلت لها لو عملت الاكل على البوتاجاز ومش نضيف كده الاكل مش هيطلع حلو. قالت لي يا سلام. قلت لها اه طبعا، انا متعوده دايما ان انا اعمل الاكل البوتاجاز يبقى تحت من ايدي كده، يبقى يشوف ويرف من نظافه. انا طبعا ما غسلتوش كما ينبغي يعني زي ما قال الكتاب، لا انا عملته كده كروات اي حاجه. قلت بس اشيل، بس المنظر مش حضاري خالص، فقلت يعني انضف كده اي كلام عقبال بس ما اعمل حبه الاكل عشان كان الوقت اتاخر يعني. واكلين ويا المغرب كانت خلاص ايه قدنت يعني. وانا بقى ايه يعني رابطين بتاع المغرب دي بقطع الكهرباء، فقلت لحسن الكهرباء تقطع عليا وبتاع، فبقت مستعجله. يلا يا ربنا يلطف بينا بقى في قطع الكهرباء. بصوا والغلو اللي احنا فيه ده، والله ده ابتلاء من عند ربنا، والله ابتلاء جامد جدا يعني. ربنا مش عارفه مش مبسوط مننا ولا ايه. فاقول لكم بقى البلاد المتقدمه ليه بقى كده ليه عندها ثقافة. عندها ثقافة يعني عندها ثقافة ازاي؟ أول حاجة عندها ثقافة مش الرمي اللي احنا معاصرينه في بلدنا دي. يعني ما عندهمش ان يجيبوا الحاجة كتيرة، ودي تبقى شطارة منهم ان هم يجيبوا الحاجة بكميات كتيرة وتترمي في الزبالة. لا عزكم الله، طبعا بيجيبوا على قد استهلاكهم، وبيجيبوا على قد استعمالهم، وبيجيبوا الحاجة بالواحدة. يعني عندهم في مثلا في البلاد بتاعت بره عندهم السمكة بتتباع بالسمكة، البتنجان بيتباع بالبتنجانة، البصل بيتباع بالواحدة. احنا طبعا عشان بلد زراعيه بقى وبلد الخير فيها كتير، فيعني ما شاء الله علينا عايزين ايه يعني ناكل وايه وناكل القطط والكلاب في الشوارع. فانت ما تتعصريش خالص ولا تتأزمي ولا تقولي لا ده انا معيش فلوس النهارده، ايه ال 100 جنيه دي انا هنزل. يعني ساعات بناتي هم بيقولوا لي يا ماما احنا نزلنا ب 100 جنيه ما عرفناش ننزل نشتري حاجه. فلا طبعا خليكي شاطره كده. انا عندي طبعا البصل دلوقتي بقى ب 20 جنيه بره يعني. يوم بقى ما تلفي كده وتدوري على حد رخيص ممكن تجيبيه ب 18. فلازم يبقى عندك اساسيات في بيتك. يعني مثلا البصل ده لازم يبقى اساسي في بيتك، يبقى موجود. والله وانا بشتري الحاجه دي رجاله كده واقفين بشنبات، كانوا بيوزنوا على الميزان واخدين البصل بالنص كيلو. انتوا تتصوروا حاجه زي كده تحصل لنا؟ البصل ده احنا يعني كانت 3 كيلو ب10. انا بقى هنا وريتكم ايه، وريتكم فكيت بتاع الصلصه بتاعتي في قلب الميكروويف. ومش بحب صراحة اعمل قد اللي بتاع الرز بتاعي تقليبه كده اللي هو الرز بتاع البتنجان. انا بحب قد الرز بتاع الكرنب، هو بديله تقليبه كده على النار لغايه ما ينشف كده ويلدن كده معايا. وتبلت بردك الرز تاني، حطيت له ملح وفلفل واللهم صل على النبي كمون وشطه وكده، وحطيت بردك معلقتين زيت. ودي بقى حاجتي كده هسيبها على بتاع الرخامه وهسيبها على البار كده وانا شغاله تضايقني، واقعد اجيبها كده واجيبها كده وانا بمسح الرخام. بقيت عماله احطهم هنا شويه واحطهم هنا شويه. لا رحت ماسكه بقى المنظمات بتاعتي وكده، ومش وقته بقى ان انا امسح المنظمات وبتاع، انا مستعجله ووقتي مش ملكي. وبعدين ايه عايزين بقى نقعد نحشي المحشي. بنحب المحشي بتاعنا صغير كده عشان خاطر احنا بنحب المقاس الصغير ده. ودي بقى شوربه عندي بتاعت ايه، بتاعت لحمه، شوربه في الفريزر على طول. لما بعمل اللحمه او بسلقها وكده ما برميش الشوربه بتاعتها، ممكن ارمي الشوربه بتاعت الفراخ
وبرمي الشوربه بتاعه البط، لكن شوربه اللحمه ببقى بستقتل عليها. الصراحه بنحب الاكل بشوربه اللحمه، فاي يعني لحمه بسلقها بيتفضل منها شوربه، بروح مكيساها في كيس نضيف واروح زقها في الفريزر. لحين مثلا انا بعمل الاكل النهارده مفيش مثلا لحوم ولا في اي حاجه، اروح مطلعه كيس من الفريزر واروح مديله كيس مكعب مرقه دجاج، واروح متبلاه تاني واروح ساقيه بيه المحشي بتاعي. وادي المحشي كنا قورناه وكنا حشيناه، وطبعا دخلنا بقى الاوضه كده تحت التكييف عشان الجو زي ما انتم ما شايفين كده ايه، بيسلق البيض لوحده. وعملت بقى حبه سلطه كده، حبه خيار على حبه جزر على حبه قوت على مش حبه، واحده وواحده وواحده وواحده، عملوا لي طبق السلطه الكبير ده، هوريكم دلوقتي كلنا وتفضل منه كمان. وبقى السر بقى التركيه الحلوه اللي يعني تعملي بيها السلطه بتاعتك، تحطي نص كوبايه ميه ساقعه. انا خدت ميه ساقعه من الكولدير بتاعي او من المبرد، ربع كوبايه نص كوبايه على حسب الايه الكميه اللي انت عاملاها، وحبه خل وليمونه طبعا، والفلفل اللي هو الحراق، وحبه شطه بقى وحبه ملح وحبه فلفل صغيرين اسمر، وكمون طبعا اساسيه. وايه تاني؟ وادي المحشي بتاعي بيستوي اهوت. انا ما بنشفوش خالص من الصوص بتاعه ده عشان احنا بنحب ناكله. الصوص بتاعه ده يعني باخده بالمغرفه كده واروح حاطاه على المحشي بتاعي من فوق. ده يعني دوقوه كده، الصوص ده بيبقى طعمه جميل جدا، مش بنشربه ولا حاجه لا. بنتي ياسمين بتحب ان هي يعني تحطه على المحشي كده، وبعدين لما تيجي تاكل المحشي تروح ايه مسقسقه كده المحشي فيه، فبيبقى طعمه جميل جدا، لان الصوص ده كله اصلا بيبقى هو اصلا التوابل كلها نازله فيه. وادي اللي بتاع المحشي، بصوا اكلنا كده اهوت، واوريكم المحشي اللي اتفضل مننا، عشان في ناس بيقولوا لي انت بتاع الحلوه بتاعتك صغنططه خالص، فهي دي اكلتنا والله. اصل انا وجوزي وبنتي بس، فاكلنا منه واتفضل منه كمان. وده بقى المحشي العنب اللي انا كنت جايباه معاكم، جوزي كان غسلت له طبق كده قبل الاكل، وقال لي بقى اغسلي لي حته كده، يعني بعد ما اكلنا الحمد لله نعمه وفضل وعدل من عند ربنا. بصوا بوريكم اللي هو بيعمله فيا، بياكل الفلفل اللي جوه الفلفل كده ويروح رامي بتاع القشر بتاع الفلفل، ما بيحبش ياكل، مع ان الفلفل البلدي طعمه جميل جدا. وده اللي اتفضل مننا. بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعمل كوبايتين شاي، بيحب هو على بتاع الشاي على الايه على البوتاجاز، على عين البوتاجاز. يا ابن الحلال طب ما الكاتل سريع، لازم تخليني اقف ساعه قدام البتاع الميه عقبال ما تغلي؟ لا، اعملي لي بتاع الشاي بتاعي على عين البوتاجاز. فهم الكوبايتين دول بتوعنا ما بنحبش نغيرهم ابدا، نتخانق على يعني كوبايتي دي بحب اشرب فيها جدا، ما اعرفش اتمزج كده من الشاي لما اشرب في الكوبايه دي. وادي حبه المحشي اللي اتفضلوا مننا، حبه صغنطتين كده، ممكن اعمل جنبهم بقى مثلا بكره حبه بانيه، حبه لسان عصفور، حبه بطاطس محمره، حبه ملوخيه خضراء، اي حاجه. ونعمه وفضل من عند ربنا، ما تأزميش نفسك وتقعدي تندبي بقى وتقولي الدنيا غلا وتقعدي تعيطي على اللبن المسكوب، لا ما نعيطش. الحمد لله الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ايه، الرسول اصلا كان من وسطنا وكان فقير جدا وكان بياكل بملح وبزيت، وهو علمنا عشان يبقى قدوه لينا ان احنا نبقى اي نعمه بناكلها نحمد ربنا عليها. فانت كده اهو تعيشي على قد مقدره بيتك. انا بعرفك احنا الحمد لله الخير عندنا كتير وكل حاجه عندنا، بس انا بعلمك بس ان حتى لو معاكي 100 جنيه، ساعات بناتي يقولوا لي احنا يا ماما نزلنا ب 100 جنيه وما عرفناش، هم يعني عندهم المنطقه عندهم غاليه جدا، الحاجه كمان غاليه عن عندي هنا. المنظر ده بقى مش في نفس اليوم، الصراحه كانت بنتي عندي يعني وكده، فبحب اعمل لهم معجنات وبحب اعمل لهم حاجات زي كده. فبصوا البتاعه اللي عملتها معاكم جدا، اللي هي عش النمله، باين مش عارفه بيقولوا عليها عش النمله ولا عش النحله ولا ايه، مش عارفه. يعني هي عجينتها سهله جدا. بعمل بيضه واحده وتقريبا 3 كوبايات دقيق او 4 كوبايات، مش متذكره بتاع المقادير قوي، بس هم عملوا لي الحبه دول. انا عملتهم معاكم كتير بردك، اللي هي العيش النمله دي، مش عارفه اسمها عيش النمله ولا عيش النحله ولا ايه. آه و وعملتها كتير، بس انا مش متذكره دلوقتي المقادير. اللي عايز المقادير يقول لي في التعليقات وانا انزله المقادير بالظبط في قلب التعليق المثبت. بس ودي بصي عامله ازاي من جوه. بناتي مش بيحبوها محشيه عجوه كده، بس انا حشيت بتوعنا بالعجوه. ممكن تحشيها اللهم صل على النبي جبنه من جوه، ميكس جبن، ممكن تحشيها جبن وزيتون، ممكن تحشيها اي حاجه يعني هتبقى جميله. ممكن تحشيها جبنه اللي هي القريش دي. معلش انا بتكلم بسرعه عشان خاطر الفيديو بتاعي صغير، وانا ببقى نفسي اعمل فيديو كبير جدا، بس هو بتاع عشان يلحق ينزل لكم قبل ما الكهرباء تقطع، عشان لما باجي احمله وبعدين الكهرباء تقطع عليه بضطر ان انا اعيد التحميل من اول وجديد. فالصراحه الباقه بتاعتي الله يكون في عونها. بس بصوا عامله ازاي من جوه، عجينه اسفنجيه كده وجميله، وممكن تفطري بيها، تتعشي بيها، تغمزيها بجبنه كده بعسل، بتبقى جميله جدا. انا حشيتها بس عجوه، كان عندي حته عجوه كده فرحت حشيها عجوه من جوه. يلا يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب تعملوا لي عليه التعليق واللايك.